السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايبي عاملين ايه؟ النهاردة بإذن الله هنكمل مع بعض باقي سلسلة فيديوهات دورة الفراخ اللي بدأناها سوا. والنهاردة العمر ال23، يعني هما كده النهاردة عندهم ليهم 23 يوم محققين أوزان بسم الله ما شاء الله. تبارك الله زي ما انتوا شايفين كده. لو انت محتاجة منها ان انت تذبحي ضروري ومش هتصبري عليها ان انت تكملي باقي الدورة، هتذبحي منها عادي. بس احنا هنكمل مع بعض باقي الدورة، وعلى عمر ال35 يوم بالظبط هنشوف الفرخ بتاعنا حقق كام كيلو. وان عشان نبدأ مع بعض السلسلة ان احنا نبدأ نعمل دورة تربية لشهر رمضان بإذن الله، ربنا يعود علينا وعليكم الأيام بخير. نبدأ ان احنا نربي لشهر رمضان. زي ما انتوا شايفين الفراخ بتاعتي محققة معايا اوزان. تبارك الله تبارك الله زي ما انتوا شايفين كده. وده بيرجع للخلطات اللي انا هقول لكم ان انا بعمل لهم ايه. انا بعمل لهم بغلي لهم حلبة بقرنفل. ودي كل يوم لازم ان انا بديلهم المشروب ده يشربوه. بمشيهم على مشروب الحلبة بالقرنفل لمدة 3 ايام. وبعد كده بأديلهم كركديه. الكركديه جميل جدا للبرد ورافع مناعة. بغلي الكركديه وبحطه لهم على السقاية دي. السقاية دي 3 لتر، يعني بحط نصها كركديه كده وبكملها مية وبيشربوها. وباقي اليوم بحط لهم مية من غير اي اعشاب او اي حاجة. وكمان عندي حاجة تاني بعملها لهم ان انا بغلي لهم كزبرة ناشفة وبحطها لهم على المية. دي الاعشاب اللي انا ماشية عليها مع الفراخ بتاعتي. 3 ايام من كل حاجة بحط لهم 3 ايام. واغير المشروب تاني، يعني 3 ايام حلبة بقرنفل و3 ايام كركديه و3 ايام كزبرة ناشفة. واحيانا برضو بعمل لهم ينسون. كل الحاجات اللي بقول لكم عليها دي بتخلي الفرخ بتاعي ما يجيلوش نزلات برد خالص ولا يجيله اسهالات. وطالما الفرشة بتاعتي نظيفة ومهتمية بالفرخ بتاعي بإذن الله هيتحقق معاكي اوزان كويسة جدا. اهم حاجة ان الفرخ ما يسهلش منك او ما يجيلوش دور برد، او ما يجيلوش ايه دور برد. زي ما انتوا شايفين كده انا هنا برضو بدأت يعني ان انا ادخل للفراخ بتاعتي ان انا اخلط لهم عيش مدشوش. ودي برضو وصفة جميلة جدا مع العلف، يعني بخلي التلتين علف والتلت عيش. عيش الناشف ده دشينه في المدشة يعني. فانا بقلبه مع العلف. بقلبه مع العلف والطيور بتاعتي بتاكل. بعد كده لما بتيجي تاكلي الفرخة بتحسيها كأنها فرخة بلدي بالظبط. بيبقى طعمها حلو جدا. ببدأ ان انا اخلي التلتين والتلت. لو انت مش متوفر عندك ومش عايزة خلاص يومين كده كمان وهنزل لكم ان انا هدخل لهم حاجة تاني هخلطها مع العيش والعلف وبتدي اوزان جميلة جدا برضو. بإذن الله تابعي معايا الدورة لحد ما نوصل لعمر ال35 يوم. وامشي معايا بالظبط زي ما بقولك كده ان شاء الله بإذن الله. دورة الفراخ هتكون ناجحة معاكي كده. اهم حاجة اهم حاجة الدفى، اللمضة والتدفية يعني والتهوية. مكونش مكتمة على الفرخ بتاعي جامد علشان خاطر ما يجيلوش نزلات برد. او ان هو بعد ما كبر بالعمر ده بيبدأ ان هو يجيله حالات اختناق، يعني ما يوصلوش اكسجين. وتصحي الصبح تلاقي الفرخ بتاعك ميت. لا قدر الله، يعني بعيد الشر بتلاقيه ميت. ليه؟ لان هو كده بيحصل له حالة اختناق. الفرخ كل ما بيكبر كل ما نفسه بيبقى سريع. ومع التكتيم عليه بيوصلوش اكسجين فبيجيله حالة اختناق. تابعي معايا سلسلة الفيديوهات اللي بنزلها وان شاء الله بإذن الله نشوف مع بعض الاوزان هنوصل لوزن كام. كله يعني انا مش بخبي عليكم حاجة، كله زي ما انتوا شايفين كده. وكمان اللي بادئ معايا دورة زي الدورة اللي انا بادئاها يدخل في التعليقات ويقول لي هو وصل لاوزان قد ايه، علشان خاطر نشوف مين فينا هيوصل لاعلى وزن. وان شاء الله باذن الله زي ما بقول لكم اول ما هنذبح الفراخ دي هنبدأ ان احنا نجيب لدورة رمضان. فاللي عنده اي حاجة اي سؤال يبدأ يربي ازاي يكتب لي في التعليقات وانا هجاوب.